ليش أنا أشوف هاي اللقطة هي أعظم لقطة بتاريخ البشرية كلها؟ بس هي اللقطة مجرد لوفي وزورو قاعد ينضربون وينهانون. مثل ما تشوفون هذا حسابي الأساسي، بس سويت هذا الحساب على مود أنزل لكم بيه كل شيء ببالي، وأنا صراحة أحب هواي شغلات طوبة، أنميات، مسلسلات، فراح أنزل لكم هنا كل شيء، فلا تنسون تتابعونا حتى توصلونا 10,000 متابع. يبدي المشهد بلوفي وزورو ونامي طابين المطعم وكانوا ياكلون بأمان الله. فجأة واحد اسمه بيلامي يطب هو وعصابته ويقومون يضحكون على لوفي ويتنمرون عليه، فلوفي طبيعي قام راد يضربهم، سوى هيجي. فجأة بيلامي يقوم يقول كلام حيل سخيف، يقول الأحلام والأمنيات هي مجرد شغلات سخيفة والمفروض الإنسان ما عنده أي حلم. فلوفي هو هيك مسوي قبل يرخي ايده ويعرف انه اللي قدامه ما له اي قيمه واحترام، اللي قدامه ما عنده اي حلم اصلا الحاله عايش. فبيلامي يجي ويضرب لوفي ويوقعه بالقاع. زورو يقول له اتدخل اضربه، لوفي يقول له خلاص لا تتدخل. فذول كلهم العصابه يجون ويضربون لوفي وزورو ويدموهم، يظلون يضربوهم ساعات كامله، ولوفي وزورو يقدرون يضربوهم، يقدرون يردون عليهم، بس ما يردون خلاص لان يعرفون ذولا مجرد فاشلين. فنامي تسحبهم اثنينهم تجرهم وتطلعهم من المطعم. المشهد لو لهنا وينتهي اقسم بالله هذا اعظم مشهد بالتاريخ، بس الفكره راح يصير اعظم. نامي وهي قاعد تجرهم وضايجه لين مكسرين ومدماين وما ردوهم، يجيها تيتش ويقول لها انت ليش ضايجه؟ ترى هم ذول هم اللي فازوا، عبالك ذولاك العصابه هم اللي فازوا، ذول الاثنين هم اللي فازوا. ويختم المشهد باعظم حوار واعظم مقوله بكل التاريخ، يقول عندما تريد الوصول إلى القمة سوف تجد في طريقك الكثير من القتالات التي لا تستحق الخوض فيها ولا تستحق حتى لكمة منك. امضي في طريقك أيها الشاب، فأحلام الناس لا تنتهي. يا الله والله ون بيس حلو، تابعوه ون بيس حلو. كل هذا وما عدا المشهد الأخير الغامض اللي يوضح انه احتمال تيتش يطلع 3 شخصيات مو شخص واحد. من اعظم المشاهد اللي شفتها بكل تاريخ حياتي. اللي وصل لهنا اكتب لي تم حتى انطيق قلب، وشكرا والله لكل واحد وصل هنا. احبكم.